بكم في بريف سبور. حلقتنا كالعادة برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست ديزو ديجيتال. الترجي الرياضي يعود بانتصار ثمين من ملعب عبد العزيز الشتوي قدام المستقبل يذهب بالمرسى 1-0. هدف اللاعب وائل الدربيلي. الترجي يعود للصدارة بالشراكة مع الاتحاد المنستيري ب 22 نقطة ومنقوص من مقابلة. مباراة البارح كما سبق وقلنا باش يريح فيها المدرب طارق ثابت عدد كبير من الركائز للمباراة المهمة اللي تنتظر الفريق نهار السبت قدام بيترو واتلتيكو الانغولي. مادام حكينا على المباراة فإنه فريق باب سويقة باش يبدا اليوم التحضيرات الإطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتشامبيونز ليج. مباراة باش تتلعب نهار السبت بملعب رادس بداية من 8 بإدارة الحكم التشادي الهادي ألو محمد. مواجهة باش تشهد عودة البرازيلي رودريغيز اللي حسب المدرب طارق ثابت بدا يتجاوز مخالفات الإصابة في حين باش يتغيب عليها محمد علي بن حمودة بسبب الإصابة. ممثلنا الثاني في المسابقة هذه نجم الساحلي باش يستضيف الهلال السوداني بملعب رادس بداية من 8 متاع نهار الجمعة بإدارة طاقم تحكيم غاني يقود ولا حكم دانيال لاريا. مقابلة باش تعدى على بي سبور 6. بالنسبة للجماهير اليوم تتلقى عملية بيع التذاكر وتتواصل حتى نهار الجمعة من 9 حتى 6 بشبابيك مسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر وشبابيك ملعب شادي زويتر من 10 حتى 5. بالنسبة للنادي الافريقي في مسابقة كأس الكونفدرالية فإنه باش يكون في تنقل صعب لنيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد. مقابلة تتلعب نهار الأحد بداية من 5 متاع العشية بملعب أدوكي أميا سيماكا يتسع لحوالي 40,000 متفرج. مقابلة باش تشهد تعزيزات مهمة لفريق باب جديد عودة النيجيري كينغسلي إيدو بعد ما تغيب عن رحلة أنغولا بسبب عقوبة الإنذار الثالث. كذلك غيث الصغير من المنتظر يشارك في الرحلة في انتظار قرار الإطار الطبي. مقابلة باش تكون منقولة على بين سبور بالتوفيق للترجي النجم والإفريقي. علي معلول يتصدر قائمة لاعبي الأهلي المصري المشاركة في مونديال الأندية. القائمة شهدت غياب المهبل التونسية محمد الضاوي الملقب بكريستو اللي من جديد باش يكون خارج حسابات الفني السويسي مارسيل كولر. المدرب نبيل معلول يتفق مع إدارة نادي الكويت الكويتي لتولي مقاليد الفنية خلفا للسربي بوريس بونياك اللي تم إقالته منذ أيام بسبب سوء النتائج. معلول باش يباشر المهام الأسبوع هذا وباش يكون مرفوق بطاقم تدريب تونسي في ثانية تجربة ليه مع الفريق بعد تجربة سابقة ناجحة في موسم 2021-2022. نذكروا النادي الكويت يضم في صفوفه الثلاثي التونسي طه ياسين الخنيسي بلا العيفة وياسين العمري. في اوروبا برز المواعيد الليله في البريمير ليج 9 على قمه في الاولد ترافورد باش تجمع المان يونايتد بتشيلسي و9 في فرنسا مارسيليا يستضيف في ليون. كان هذا كل شيء في بريف سبور قدمه لكم حمد علي طالب. تابعوا بقيه اخبارنا على موقعنا tunizoliq.com. لايك وبارتاج وسير اكثر اخبار. باي باي.